السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم جميل مع أجمل وألذ وأسهل كيكة ممكن تذوقوها. بما أنه حاليا موسم البرتقال حبيت أسوي معاكم هذه الكيكة اللذيذة. طعم جدا رائع، طعمها منعش، خفيفة، طرية جدا، والأهم أنه الطريقة جدا سهلة ومقاديرها بسيطة ومتوفرة بكل بيت. هذه مقادير كيكتنا لليوم، كيكة البرتقال. جهزت كل المقادير، وحاولوا دايما لما تسووا أي نوع حلا أو كيك حاولوا أنه تجهزوا كل المقادير، بعدين تبلشوا بعمل الكيكة، يسهل عليكم الشغل والوقت بنفس الوقت. عندنا هذه المقادير كلها موجودة. أول خطوة عندي راح أستخدم الخلاط بخلط مقادير الكيكة. نبلش أول خطوة عندي نعصر البرتقال. راح أعصر تقريبا ما يقارب حبتين برتقال، 3/4 الكوب من عصير البرتقال. بعد ما نعصره، الخطوة الثانية والمهمة جدا نخلط دقيق، خصوصا بالشتاء تلاقوا على طول برطوبة بالطحين، فدايما يكون بيه تكتلات. هالتكتلات راح تعطي نتيجة جدا سيئة بالكيك، فحاولوا دائما انه تخلطوا الطحين. بعد ما عصرنا البرتقال راح نحتاج الى 3/4 من عصير البرتقال مع المقادير. عندي هذه الاكواب المعيارية، عندي ربع كوب وثلث كوب ونص، وعندي كوب كامل. استخدمت الكوب الكبير تقريبا 3/4 الكوب. ضروري هذه الأكواب نستخدمها بالكيك، خصوصا الكيك يعني. راح أضيف هون بقية المقادير. راح أضيف 3/4 كوب من الزيت، وعندي كوب سكر. عندي هون برش البرتقال، ضفت نص الكمية مع السوائل والنصف الثاني مع النواشف. عندي عشان أحصل على كيكة طرية راح أضيف فقط ملعقتين من الزبادي. إذا مو متوفر الزبادي تحبون ملعقتين أو 3 من الحليب السائل أو ملعقتين حليب بودرة، تعطي للكيكة مع البرتقال تعطي طراوة. بعد ما ضفنا كل المواد السائلة راح نحطها بالخلاط لمدة 3-4 دقائق، وبهالمرحلة راح نجهز المواد الجافة. عندي هون نص كمية برش البرتقال مع رشة ملح والطحين. راح أضيف عليها ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. باقي عندي إضافة بسيطة وجدا ضرورية راح تفرق معي كثير بالنتيجة، إضافة رشة فقط من بيكربونات الصودا. وانتبهوا ما نكثر، شوفوا هذه الملعقة الصغيرة بطرف الملعقة، يعني رشة فقط. راح نخلط المواد الجافة. بهالمرحلة المواد السائلة انخلطت معايا كويس، راح أضيفها فوق المواد الجافة. رح نخلط هذه المواد مع بعض بالمضرب اليدوي، ونحاول ما نخلطهم زيادة، مجرد يختلطوا مع بعض وهون تكون الكيكة جاهزة. طبعا احنا عند بدء بالكيكة ضروري يكون الفرن حامي. رح أضيف الكيكة بالقالب، رح ندخلها على الفرن من تحت على نار هادية، بس نتأكد إنه الكيكة استوت ونفشت معي. نشغلها من فوق ونحمر الوجه. وهون تبارك الرحمن كيكتنا اللذيذة جدا 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 صارت جاهزة. راح نجهز عليها صوص أكثر من رائع. عندي هون عصير برتقالتين أو كوب ونص برتقال، أضيف عليهم ملعقتين كبار نشا وعلى النار لحتى يثقل الخليط، وأطفيهم وأخليهم على جنب. عندي هون شرايح من البرتقال، ذوبت ملعقتين كبار من السكر لحتى أخذت لون بني فاتح، وكرملت أو ضفت 10 شرايح البرتقال لحتى أخذت هذا اللون الجميل. راح أستخدم هذه الشرائح للتزيين. عندي هذه الكيكة، شوفوا هون الصوص بعد ما صار عندي، بعد ما سمك وحطيناه على النار. راح نزين بيه كيكتنا. كل ما كثرتم هذا الصوص الكيكة تطلع أطيب وأطيب. والكيكة يفضل إنه تسووها قبل وقت، كل ما بردت الكيكة أو تسووها قبل يوم تعطي طعم وتكون الطعم مركز وتكون أهش وألذ وأطيب. هون راح نزين الإضافة الأخيرة، راح نزين شرائح البرتقال المكرمل. وهون تبارك الرحمن كيكتنا صارت جاهزة. إن شاء الله يا رب تجربوها. وحاولت إنه أعملها بطريقة مبسطة، وأعطيتكم كل الأسرار اللي تساعد إنه تحصلون على كيكة ناجحة. وأتمنى فيديو اليوم ووصفة اليوم عجبتكم وأكون خفيفة عليكم، وأتمنى تجربوها وتعجبكم. ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة إذا أول مرة تشوفوا قناتي، وانتظروني بوصفات قادمة.